طبعا انا كتير مصدومه انه الساعه 3 كنت جايه لكم صباح الخير سناب شات بس بيب الساعه 3 نو كيف طار الوقت هيك؟ طال الوقت ونحن عم نضبضب، ما بعرف، حس رايحين رايحين نهج هيك رايحين نهج. هي كلها يومين بس، ليترلي. اوكي هحكي لكم اليوم عندنا فعاليات، مو اليوم اكشلي، لمده 3 ايام في فعاليات رح تكون كتير حلوه. رايحين على ابو ظبي، فجهزنا حالنا، لبست ويعني هيك سمر فايبز وحركات وهيك. حاسه ما عندي سالفه. المهم رايحين ابو ظبي ورايحين نعمل فعاليات كتير حلوه، وضبينا الشنطه، بس بعرف ليش اخذت معنا ضب ساعتين مع انه نحن رايحين ساعه بعيد عن وين نحن، بس مو مشكله. ترقبوا فعاليات اليوم على الخفيف، وفي كمان رح يكون حدا معنا، انتوا احذروا مين. حاعطيكم هنت، ستيف. اوكي بس فرجيكم الاوتفيت كتير كاجوال، بس اول مره بلبس لويس جينز. بصراحه عم حب، كنت خاف لاني انا قصيره، بس حسيت انه حلو كتير لانه بين الخصر هيك. ما بعرف، في شيء حلو عن البنطلون، ما عم بعرف شو هو، بس حبيت اعمل شويه ستايلينج بالطاقيه. ويعني الشنطه كمان لعبه دور مع الاوتفيت. بس والله شو رايكم؟ فعاليات نار رح تكون. اسلام دخل على ترند اللبوبو. جايب 2 لبوبو، قلت له هات لي شوف هاللبوبو شو قصة اللبوبو. يا جماعة ممكن أنا بعرف كتير معلومات عن اللبوبو أكثر من الناس اللي أصلا داخلة بموضة اللبوبو أو بترند اللبوبو، إنه ليش انعمل وليش صار ترند وأصلا من إمتى هو موجود وكيف نعرف إذا هذا اللبوبو حقيقي ولا لا. بس ما عندي لبوبو صراحة، ما فهمت شفتوا انا ماني فهمانه. بعت على شو الهايب؟ بعت لها على الواتس كيوت بس مو فاهمه. عم بعت لي على الواتساب ايه. بقول لها ساره في لبوبو ليميتد، يلا اختاري واحد منه. قالت لي اسلام هيدوم لك لبوبو. اول مره اشوف بنت تقول كده، سكتت. كنت متحمس وانا رايح اجيب لها اللبوبو. انه ما بعرف، بس عن جد قد الكف. ثواني، انا هذا اللي استغربت منه، انه هو عن جد قد الكف. ليك قد الكف. هل في احجام؟ في احجام ايه، في لبوبو كثير، في لبوبو كثير كبير. انا عندي بس انيويز قال هي ليميتد لبوبو. يس قال ما في منها، قال تطلع بكل 40 بوكس مره. كثير كبير. انا عندي بس انيويز قال هي ليميتد لبوبو. يس قال ما في منها، قال تطلع بكل 40 بوكس مره.